شيفان بجمع أكثر من 700 قطعة قديمة تحكي قصص الكرد في هذه المنطقة. أدوات الزراعة والصور النادرة قام بجمعها أبو شيفان ليحفظ تاريخ الكرد في هذه المنطقة. أحمد أبو شيفان من مدينة ديريك يعود إلى منزله قبل المغيب بعد أن ينهي عمله في سوق المدينة في محله الذي يعمل به إسكافيا ليتحضر لمتحفه الخاص الذي أنشأه بجهود ذاتية، وحول قسما من منزله ليكون حافظا لتراث المنطقة التي لا يوجد فيها متحف غيره إلى الآن. أبو شيفان محبوب من أهالي مدينته والذين قد يلحقون به إلى المنزل إن كان لديهم أحذية أو حقائب يريدون تصليحها. طقوس دخول المتحف عند الرجل الستيني تبدأ بتغيير ثيابه الاعتيادية إلى الثياب الكردية ووضع عمامته الحمراء. بريتش الصالة الحمو قندي دفرت الميزان حموت تشتي كردها. قبل 40 سنة تقريبا كانت موجودة كل أدوات الكرد الزراعية والحياتية. الآن تقريبا ضاع هذا التراث بنسبة 90%. ما استطعت جمعه من 64 قرية وبلدة، هي 700 قطعة أغلبها كانت هدايا من نساء كرديات. أقدم القطع في هذا المتحف هي هذه التي تستعمل لغزل صوف الأغنام، فعمرها 400 سنة، وهذه البندقية المعلقة هي من أيام الإنجليز والفرنسيين، عمرها أكثر من 100 سنة، أخرجها أهالي قرية الزهيرية من مياه النهر، وهنا خناجر بعمر أكثر من 200 عام. وبخنجري سرمرها وهاجي خنجرك عمرها بهتري دصت صالانة. متحف الفولكلور الكردي في ديريك الذي فتحه أبو شيفان في العام 2014 بعد جهود في البحث وتجميع قطع هذا المتحف. أدوات العمل والحياة في هذه المناطق هي أبرز محتويات المتحف. يروي متحف أبو شيفان صورا وحكايا من حياة الكرد في هذه المناطق. بعض هذه الأدوات تسرد عادات وأعمال كانوا يفعلونها في حياتهم اليومية وتلاشت اليوم بعد ظهور الآلات الحديثة. أبا مشكتي ده الجيلين يورد بيجم وصفة مشكيت شيء. هذه تسمى بالكردية مشك، أي القربة. وظيفتها لا يعلمها الكثير من الجيل الجديد. هذه كانت تؤخذ من جلد الأغنام أو الماعز، بحيث كانت تسلخ من دون أي تقطيع للجلد، ثم كانت تدبغ باستعمال قشور الرمان. هذه كانت تستعمل لاستخراج الزبدة والدهن من اللبن، بعد أن تقوم النسوة بخض هذه القربة حتى تنفصل الزبدة من اللبن والدهن كذلك. من المعروف أن الأعمال الريفية سابقا كانت تترافق مع أغاني خاصة بكل عمل، فالنسوة حين يجتمعن حول القربة يحضرن الزبدة واللبن، لديهم أناشيد خاصة. كذلك الرجال في الحصاد أغانيهم كانت موجودة، فهم يغنون ليتحمسوا أكثر للعمل ويرفعون من الإنتاج، عدا عن أنها كانت عادات توارثوها عن الجدود. أبو شيفان يسرد لنا حكايا أغاني الحصاد في ديريك وريفها. وقت الحصاد كانت هناك الكثير من الأغاني. الرجال والشباب كانوا يتعاونون في الحصاد، وغناؤهم كان عبارة عن رجل كبير يغني والباقون يرددون خلفه. من أغاني الحصاد المميزة هي دفزري في منطقة الكوتشرات. هذه الأغنية مميزة كثيرا وأصبحت تغنى في الأعراس كذلك، وأنا أغنيها كاملة وأحفظها كذلك، إلا أنني لا أستطيع غناءها الآن بسبب ما يحصل في سريكاني وكركوك وعفرين وكل مناطق الكرد.
هذا المتحف الذي حافظ به أبو شفان على سيرة أهالي المنطقة وعاداتهم وحياتهم البسيطة شاهد للأجيال القادمة. لبرنامج مراسلون في فضائية زاغروس، أختنا سعد، ديريك. في إحدى المدارس في مدينة زاخو افتتح معرض لمنشورات جدارية والذي يهدف لإبراز النشاط التربوي